يحكيوا أن سيدنا سليمان عليه السلام كان ماشي باش يحضر في عرس واحد من عيان البلاد. يا أخي جاه ملك الموت وقال له وين ماشي يا نبي الله؟ قال له راني ماشي للعرس. قالوا ارجع ما تمشيش على خاطر باش الليلة باش نقبض روح العريس. وقتها سيدنا سليمان قال الواه ماشي توا وقت اللي العرس باش يولي دار بيت، وقعد ما مشاش. يا سيدي من غدوة تلاقى هو ووالد العريس وقعد يلوم فيه سيدنا سليمان على عدم جيانه. سيدنا سليمان تعجب ما لقاش حتى جواب. وقتها عاتب ملك الموت فرد عليه قال له صحيح كنت ماشي باش نقبض له روحه، يا أخي جاني أمر بالتراجع وسبب أنه بو العريس راه عجوزة غريبة على العائلة قاعدة في العرس، مشالها واسألها اش تعمل هوني؟ قالت له أني مرأة محتاجة وجيعانة. من ساعته هاك البو جاب لها الماكلة اللي محضرها لسيدنا سليمان، أي من ماكلة الملوك كما يقولوها، وفرح بها وكرمها. وقتها هي هزت يدها ودعات للعريس بطول العمر، فاستجاب الله ذلك الدعاء في الحال. فادعوا وتصدقوا إن الله يغير القدر بما يشاء ولا يرد القدر إلا الدعاء، فتصدق فإنك لا تدري أي دعوة تنجيك. نشكركم على حسن المتابعة وعلى محبة من الله نلتقي.